نيجي بقى للحظة المنتظرة، إيه الفرق بين السيلجون والأمبريكسول؟ ومين أفضل فيهم؟ أول حاجة من حيث نوع الدواء وآلية العمل، فالسيلجون نقط بيكون دواء مهدي للكحة أنتي تصف، بيشتغل على المخ نفسه، يعني بيهدي مركز الكحة في المخ ويقلل إشارات الكحة. أما الأمبريكسول فده دواء مذيب للبلغم يوكوليتيك، بيشتغل على الإفرازات اللي في الصدر ويكسر لزوجة البلغم ويخففه ويخليه سهل يطلع مع الكحة. بالنسبة للفعالية فالسيلجون نقط أفضل للكحة الجافة اللي بتوجع أو تصحي من النوم، أما الأمبريكسول نقط فأفضل للكحة اللي معاها بلغم تقيل ومزنق في الصدر. أما بالنسبة للآثار الجانبية فالسيليكون نقط ممكن يعمل نعاس، دوخة، جفاف في الفم، ونادرا جدا حساسية. أما الأمبريكسول فممكن يعمل إسهال خفيف، مغص في البطن، جفاف في الحلق، ونادرا حساسية. والنتيجة الاتنين آمنين نسبيا للأطفال لو بالجرعة الصح مع اختلاف الأعراض الجانبية. طيب إيه هي الحالات المناسبة؟ بالنسبة للسيليكون نقط فمناسب للكحة الجافة الليلية، والكحة اللي ما فيهاش بلغم، والكحة اللي بتخلي الطفل مش عارف ينام. أما الأمبريكسول فبيكون الكحة المصحوبة ببلغم، التهاب الشعب الهوائية مع الإفرازات، نزلات البرد اللي معاها صدر مخرخر. طيب من الآخر كده مين الأفضل؟ لو الكحة جافة ومؤلمة السيرجون هو الاختيار الأنسب، أما لو كحة مع بلغم تقيل فالأمبريكسول هو الأنسب.